اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن حالات الضغط العالي اللي بيعملها الاهلي في ماتشاته الاخيره. بس قبل كده خلينا نعرف انواع الضغط العالي. في عندنا نوعين من الضغط العالي، في اشاره الضغط وهي اشاره او موقف محدد بتكون علامه علشان نبدا الضغط، زي مثلا لمسه وحشه من دفاع الخصم، تمريره ضعيفه مش مظبوطه، او اللاعب اللي بيوصل له الكوره بيكون مش مهاري. هنا كمثال ضغط الاهلي على دفاع المنافس، هنشوف هنا المدافع رقم 4 واللي هو بيرتبك تحت الضغط لما بتضغط عليه وبيفقد الكرة وبياخدها وسام ابو علي. النوع الثاني هو فخ الضغط او مصيدة الضغط، وهو تكتيك بيستخدم عشان نوجه الخصم لمنطقة معينة في الملعب عشان نقدر نرجع الكرة تاني، وده عن طريق ان احنا نسيب مساحة مفتوحة بشكل متعمد علشان نجبر الخصم ان يلعب فيها ونرجع الكرة تاني. هنا كمثال مثلا هنشوف ان الاهلي المفروض يسيب مساحة عند الدفاع رقم 5 علشان نجبر الفريق انه يوجه الكرة ليه ويتم الضغط عليه، واللي بيلعبها طويلة اي حاجة توصل لدفاع الاهلي. هنا في الحالة دي في ماتش بيراميدز ومع صفارة الحكم، الأهلي عمل ضغط كويس جدا على دفاع بيراميدز. هنشوف هنا إن في 6 لعيبة من لعيبة بيراميدز في التلت الدفاعي بتاعهم، حواليهم 6 لعيبة من النادي الأهلي عاملين الضغط العالي عليهم. طبعا اللعبة دي الأهلي قدر إنه يستحوذ على الكرة بسهولة، وقدر يعمل هجمة كويسة جدا كانت ممكن توصل لهدف. هنا في الحالة الثانية في ماتش بيراميدز، هنا امام عاشور بيحاول يعمل الضغط العالي على دفاع بيراميدز، بس شوف المساحة بين عاشور ودفاع بيراميدز اللي هي حوالي 13 متر. بس هنا الضغط ما كانش قوي قوي رغم ان الاهلي في الاخر استحوذ على الكورة. هنا بنشوف امام عاشور برضو بيعمل الضغط العالي على دفاع بيراميدز بمساندة خط النص. بس عايزك هنا تلاحظ حسين الشحات ازاي بعيد عن علي جبر، وده اللي عامل خلل في منظومة الدفاع بتاعة الاهلي. هنكمل مع بعض كده ونشوف ان حسين الشحات مش بيضغط بشكل جدي على اللعيبة، وده بيضيع مجهود باقي الفريق اللي بيضغط. زي ما احنا شايفين هنا محمد عاطف قطة بيهرب من الرقابة، ومروان عطية الضغط بتاعه مش مظبوط مع لعيب بيراميدز. شوف هنا ازاي فريق بيراميدز بينقل الكرة زي ما احنا شايفين، وضغط لعيبة الاهلي ضعيف، وده بيخلي لعيبه بيراميدز بيسلموا ويستلموا الكرة براحتهم ومنتهى السلاسه. الاستلام والتسلم ده سحب فريق النادي الاهلي ناحيه الكرة، فخلى فيه مساحه في خط دفاع النادي الاهلي ناحيه اليمين زي ما احنا هنشوف دلوقتي. المساحه دي قدر يستغلها فريق بيراميدز انه يقدر يعمل هجمه على النادي الاهلي ويقدر يسجل منها الهدف الاول لنادي بيراميدز. هنا الكرة دي قررت كتير قوي ان دفاع الاهلي بيلعب كرة طولية بتروح لدفاع المنافس، ويبدأ الاهلي يضغط على دفاع المنافس. شوف هنا معايا وركز محمد عاطف قطة ازاي هنا لوحده ورا لعيبة الاهلي واللي بيستلم الكرة من غير ضغط. قدر هنا لعيبة بيراميدز ان هم ينقلوا الكرة بسهولة ما بين خطوط النادي الاهلي، وده عمل هجمة مرتدة على النادي الاهلي وخلق موقف 2 على 1. بس هنا محمد هاني قدر ان هو يقطع الكرة ويمنع فرصة محققة لنادي بيراميدز. في الحالة دي ابراهيم توريه قدر ان هو بسبب ضعف ضغط النادي الاهلي انه يستلم الكرة، وقدر ان هو يتحرك في نص ملعب النادي الاهلي. هنشوف هنا حالة تانية برضو في ماتش امبي، برضو في اول ثواني في الماتش لعيبة الاهلي بتعمل ضغط عالي وفي مساحة فاضية ورا خط النص، سهل قوي ان اي حد من فريق امبي ان هو يستلم الكرة ويعمل هجمة مرتدة على النادي الاهلي. نفس الكلام هنا برضو الخط الامامي للنادي الاهلي بيضغط وفي مساحة وراه. شوف هنا المساحة كده بين الخط الامامي وخط النص مساحة كبيرة طبعا، حتى لما مدافع امبي اعتقد محمد سمير بيرجع الكرة للجول 4 لعيبة من الاهلي متمركزين بشكل وحش، وده بيبين ان في مساحة في وسط الملعب النادي الاهلي مش قادر يستغلها لما بيعمل ضغط عالي على اي فريق. هنا في ماتش شباب بلوزداد في القاهرة نفس اللعبة، الدفاع بيلعب كرة طولية بتتقطع من دفاع شباب بلوزداد والضغط بيكون ضعيف، بس هنا دفاع شباب بلوزداد لعبها اي حاجة قبل ما يعملوا بناء للهجمة بشكل صحيح.
هنا برضو هجمه للاهلي مش مكتمله، وبيستحوذ دفاع شباب بلوزداد على الكوره، وتحت الضغط الضعيف للاعيب الاهلي لاعبي شباب بلوزداد بينقلوا الكوره بسلاسه. شوف هنا ازاي فريق شباب بلوزداد بيلعب الكوره بمنتهى الاريحيه. شوف هنا برضو في 3 لعيبه من الاهلي في وسط 5 لعيبه من شباب بلوزداد، وبرضو في مساحه فاضيه في ظهر السوليه اللي كان بيضغط. شوف هنا ازاي لاعب شباب بلوزداد فاضي في المساحه اللي احنا قلنا عليها، واللي قدر انه يحل ازمه الضغط العالي اللي كان عاملها الاهلي، ويطلع الكرة في المنطقه الفاضيه، ويقدر ان هو يطلع بسلاسه من الضغط اللي كان عامله النادي الاهلي. هنا في اللعبه دي شوف ازاي النادي الاهلي قدر يطبق اسلوب اشاره الضغط بشكل صحيح. شوف هنا ازاي لاعب شباب بلوزداد استلم الكرة باستهتار، ده خلى بيرسي تاو والسوليه يضغطوا عليه ويستحوذوا على الكرة، وتتحول للهدف الثالث للنادي الاهلي. شوف هنا برضو كرة طولية برضو تاني من دفاع النادي الاهلي في التلت الاخير لملعب شباب بلوزداد اللي بيقطعوا الكرة، وبما انهم في وضع دفاع فكان في زيادة عددية ليهم، في حين ان لعيبة النادي الاهلي كانوا بعيد عن بعض وفي قلة عددية. بس بعد الضغط بينجح النادي الاهلي في انه يستحوذ على الكرة اللي في الاخر بتضيع. بص معايا هنا ازاي وسام وامام عاشور بيضغطوا، وراهم برضو مساحه في لعيب من شباب بلوزداد واقف ان هو يستلم الكوره. شوف هنا برضو تاني الخط الامامي للنادي الاهلي اللي هو وسام وامام عاشور بيضغطوا وسايبين وراهم مساحه فاضيه. حارس المرمى هنا كان ممكن يلعبها للعيب اللي واقف ورا في المساحه الفاضيه، ويقدر يبنوا هجمه ضد النادي الاهلي. برضو تاني في الحالة دي انا بوضح ازاي ان بيكون في ضغط على لعيبة المنافس. يعني مثلا هنا وسام بيضغط لوحده على حارس المرمى، وبرضو في مساحة فاضية وراه. هنا الحارس كان عنده اختيارين، يا اما يلعبها في نص الملعب عشان يعمل هجمة ويبني هجمة، او يلعبها على الطرف على يمينه. طبعا هو اختار ان يلعبها في خط النص علشان خاطر يبني هجمة. انا هنا جايب مثال ازاي تقدر تعمل ضغط نموذجي على الخصم. هنا لازم لعيبه النادي الاهلي كلها تتحرك مع بعض واحده واحده، بحيث ان هي تمنع يكون في اي مساحات فاضيه ورا اللعيبه اللي بتخش تضغط على المدافعين، وبتقدر بسهوله تستحوذ على الكوره تاني.